الصورة اللي احنا شايفينها دي صورة الجمهور المغربي وهو بيشجع ريال مدريد. حديث الساعة، رسايل وكومنتات وكلام من هنا ومن هنا ومن هنا. الحق، الجمهور المغربي كان بيشجع ريال مدريد أمام الأهلي. بحثنا وجبنا كل الفيديوهات اللي بتثبت الحقيقة وبس، وبالحياد وبمنتهى الموضوعية. احنا لا مع هنا ولا مع هنا، احنا جايبين لكم الحقيقة كاملة توصل بالفيديو لكل اللي عايز يعرفها ويشوفها. الحقيقة كاملة معانا مع ريمو وسيمو. النهارده قبل ما نتكلم في اي حاجه، العمليه ليها ابعاد تانية كتير قوي، ابعاد تانية ودخل عليها اطراف كتير والناس ما تعرفهاش. الناس ما تعرفش ابعاد القصه اللي احنا بنتكلم فيها، ابعاد كبيره قوي. اتفرج على الفيديو ده الاول وتعالى عشان اكمل لك كل حاجه. انتوا عارفين المشهد اللي انتوا شفتوه ده ايه؟ ده مشهد ومنظر الجمهور المغربي وتشجيعه للنادي الاهلي بعد هدف قفشه في مباراة سياتل. شايفين الجمهور المغربي كان بيشجع النادي الاهلي قلبا وقالبا ازاي؟ على فكرة ده ملوش علاقة بالموضوع اللي احنا لسه هنتكلم فيه وبالادلة والبراهين اللي باينها لك، بس زي ما انت شفت ان ده كان منظر الجمهور المغربي تشجيعا للنادي الاهلي مباراة سياتل الامريكي. صح كده؟ طب ايه اللي اتغير؟ ايه اللي خلى بعد كده اللي احنا المشهد اللي احنا شفناه ده؟ عايز تعرف حصل ايه في مباراة الاهلي وريال مدريد؟ وهل فعلا الجمهور المغربي شجع ريال مدريد ضد الاهلي؟ هجاوبك على السؤال. ايوه، الجمهور المغربي اكتر من 50% او 75% شجع ريال مدريد. ايه ده انت بتقول ايوه؟ بجاوب عليك بمنتهى الصراحة وهقول لك ليه. الجمهور المغربي منذ الطفولة، او الوطن العربي كله على فكرة، ويمكن عايز اقول لك العالم كله، لا ريال مدريد يا برشلونة. في حاجة تالتة؟ لا هشجع ريال مدريد وهجيب تيشيرته من صغري وهتربى على حبه وعلى تشجيعه وعلى محبة كل لاعبيه، يا هشجع ريال مدريد يا برشلونة، ريال مدريد لا ريال مدريد يا برشلونة. فالموضوع منتهي. فأنا النهاردة صدقني لو الوداد أو الرجاء بيلاعب ريال مدريد هتلاقي أكتر من 50% بيشجع ريال مدريد أو بيشجع برشلونة. ليه؟ لأن دي فرق عالمية. هنا الموضوع يبقى مختلف. هو مش بيشجع أي حد ضد الأهلي، لأ، هو بيشجع ريال مدريد اللي هو فريق بيحبه. واحنا هنمنع الناس يا جماعة ان هم يشجعوا الفريق اللي هم بيحبوه؟ وده ما يمنعش ابدا ان في باقي المباريات زي ما عرضناها وهنعرضها الشعب المغربي كان بيشجع الاهلي لما كان بيلاعب فريق مجهول ما يعرفهوش. وده اللي اكده الاستاذ حمزة الشتاوي. على فكرة الاستاذ حمزة الشتاوي ناقد مغربي، واكد الكلام ده على راديو اون سبورت وقال بالنص ان الشعب المغربي لو الرجاء او الوداد بيلاعب ريال مدريد كان هيشجع ريال مدريد. فالامر منتهي يا جماعه. الاستاذ حمزه الشتاوي ما قالش كده بس على فكره، وغيره كتير. هو هو عبر بتحديدا قال كده ان في شمال المغرب يا جماعه، تمام، في حاجات مثلا زي الثلاجه او الترابيزه على عهدته، بيقول بيسموها باسماء اسبانيه لقرب اسبانيا من الموضوع ده. ملوش اي علاقه بين المغرب ومصر وطن واحد، وان الشعب المغربي قلبا وقالبا بيشجع النادي الاهلي وبيكون مع النادي الاهلي في المباريات الثانيه. وانا عايز اقول المباريات الثانيه، وانا عايز اقول حاجه، يعني في حاجه عايز اقولها يا جماعه. انا هشرح لك كده. انا كان معايا جمهور من جماهير النادي الاهلي نفسه في مباراه النادي الاهلي وريال مدريد، كان معايا جمهور اهلاوي بيشجع ريال مدريد يا جماعه، بيشجع ريال مدريد. هو انا النهارده لو ابنك معاك
تمام، لو ابنك معاك وهو من مشجعي النادي الاهلي وقالوا له تجيب قميص تبدل، حد يديك قميص تحب مين يهديك قميصه؟ هل قميص مثلا حسين الشحات او محمد مجدي قفشه، مع كل احترامهم لعيبه كبار ولاعيبه بتمثل مصر وبحترمهم جدا والنادي الاهلي كبير واداؤه كبير، لكن النهارده لو خيروه قالوا له مثلا ايه، تعالى بدل تاخد يا حبيبي التيشيرت بتاع حسين الشحات، ولا نجيب لك تيشيرت مثلا كريستيانو ولا ميسي ولا فينيسيوس ولا فالفيردي ولا كورتوا، اكيد لانه بالنسبه له دول نجوم عالميين يا جماعه. فاحنا لازم نحط الحاجات في اماكنها الطبيعيه، في نصابها الحقيقيه. فعلا المباراه ما كانتش ما بين اهلي واي فريق مغمور او غير مغمور يا جماعه، ده ريال مدريد يا جماعه. انا بقول لكم فعلا زي ما قال سيمو، كان في اهلاويه وهي قلبها مع الاهلي وبتتفرج، ما قدروش ان هم يمنعوا نفسهم من محبتهم لريال مدريد لما كان بيجيب اجوان، وكانوا بيستمتعوا بالاجوان اللي بتيجي، لان في الاخر وفي الاول دي كوره. وفريق ريال مدريد ده فريق شعبي وشعبيته كاسحه في كل انحاء العالم. احنا هنا مش بندافع ولا بنوجد مبررات، لان ده ملناش اي مصلحه فيه، لكن الامور فعلا بعقلانيه. الشعب المغربي له كل الاحترام والتقدير، شجع النادي الاهلي في اول مباراتين وكان واضح وعرضناه، وبننتظر منهم انهم يشجعوا النادي الاهلي في اما بقى اللي يضحط كل الفكره بقى اللي انت باني عليها بقى الناس بقى اللي داخله تصطاد في الماء العكره وبانيه بقى تفسيرات وبانيه حوارات وباينه مواضيع. تعالى اوريك كده الخبر اللي معايا، واللي بيقول لك اقرا كده احطه لك على الشاشه، هقرا كده احطه لك، شايفه انت على الشاشه دلوقتي، اللي بيقول لك ان الدكتور اشرف صبحي بيشكر فوزي اللقجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. بيشكروا على حاجتين. اول حاجه التنظيم، ان التنظيم كان تنظيم رائع كعاده المغرب في تنظيمها لاي احتفاليه رياضيه، وده اللي بيخلي كل الناس عايز تروح المغرب تعمل احتفاليات. تاني حاجه بيشكروا على ايه؟ تاني حاجه بيشكروا على استقبال بعثه النادي الاهلي، وعلى الحفاوه، وعلى تشجيع الجماهير المغربيه للنادي الاهلي، وعلى استقبال الجماهير المغربيه للنادي الأهلي. فانت عايز اكتر من كده ايه من اللي انت بتشوفه ده كله؟ هتيجي تقول لي انتوا جايين تدافعوا عن المغرب عشان بتحبوا المغرب. اقول لك انا مش هنكر ان احنا بنحب المغرب طبعا، وكل المصريين بيحبوا المغرب وبيحبوا كل الدول العربية الشقيقة بلا استثناء، لكن احنا جايين ونعرض الحقيقة، وعرضنا الحقيقة كاملة بدون اي تحيز. فعلا ما انكرناش زي ما غيرنا انكر ان الشعب المغربي بكثافة يعني مش قليلة شجع ريال مدريد، ووضحنا ليه. انت عارف عشان ما انساش، الاستاذ حمزه الشتوي بيقول يا جماعه، بيقول ان من كتر، هو كان متواجد طبعا وهو الراجل شهاد عيان، بيقول انه من كتر التشجيع توافد الناس على الملعب عشان يتفرجوا على ريال مدريد، ناس نجوم عالميه يا جماعه بنشوفهم في حاجه من بعيد بنتفرج عليهم، من كتر ما بيقول لك الباركنج بتاع السيارات ما كانش فيه مكان الناس تركن لكثافه حضور، وعلى فكره ده شيء كويس وبينجح البطوله. ده حقيقي طبعا، ده حقيقي. ريال مدريد فريق عالمي، ما نقدرش كنا نطلب وإذا أردت أن تطاع فمر بما هو مستطاع. فإحنا يعني لو في مصر ريال مدريد الناس كلها تتهافت وهتروح على الاستاد عشان تتفرج على لاعبي ريال مدريد العالميين. فما فيهاش أي حاجة ولا فيها أي صيد في المية العكرة إن ده بيعني ان المغربيين لا سمح الله ما بيردوش الجميل، او ان احنا نشجعهم في كاس العالم، مع ان ده مش جميل ولا حاجه، وهيظلوا بيشرفونا وبيشرفوا العرب باللي عملوه في المونديال. دي حاجه ما فيهاش كلام، ما فيهاش جدال، ما فيهاش نقاش. واللي حصل ده، وهنفضل واحد على فكره مهما دخل اللي بيصطاد في الماء العكره واللي داخل عايز يعمل كده، واخد بالك انت، حوارات وحركات، هنفضل صحيين له كويس يا جماعه. احنا شعب واحد والكلام ده كله ولا يفرق. ضد اي محاولات للوقيعه ما بين الشعب المغربي والشعب المصري، اشقاء واخوات، والشعب المصري بالذات شقيق لكل الاخوه العرب في كل البلدان العربيه. كان لازم نلقي الضوء ونعمل الفيديو ده نوضح بيه الحقائق. ما احنا زعلانين ولا حاجه، في الاول وفي الاخر هي كره قدم، هي رياضه، وزي ما وضحنا
منتظرين دعم الشعب المغربي في تشجيع النادي الاهلي ممثل مصر. بقول في لك هيملى البطولة، الاستاد واتفرج بقى على المباراه. ده الفيصل بيني وبينك. امام فليمانجو البرازيلي.